معناها احنا ما طلبناش منه باش يجيب اولادنا من الاتحاد الاوروبي كيكا مقهورين ومحموسين. احنا طلبنا باش يجيب من الاتحاد الاوروبي اموالنا المنهوبه. اموالنا المنهوبه يا وبش، مش اولاد الناس اللي امه باعت بلوتها وباعت فردتها وباعت ذهبها، ولا عائله سلفت ومخنوقه بالكمبيالات، ولا عاطيه شيكات، ولا الله اعلم باش دبر الصور دي باش طيش روحه هو في البحر، ولا يدبر فيزا وهرب، ولا يدبر راسه. معناها هرب من الجحيم متاعك ومتاع الناس اللي كيفك. احنا طلبنا منك باش ترجع الناس محموسه مقهوره كيفنا هكاكا. ها طلبناش منك هذا. وانت سي قيس سعيد شنو اللي حضرت لهم؟ ترى حضرت لهم بادن ودبابز نتاع ايسانس، معناها باش حتى كيف يرجعوا لهنا يحرقوا رواحهم، تزيد تسبهم وتقول حرقوا رواحهم انتحروا متآمرين عليا. شنو اللي حضرت لهم؟ شنو اللي حضرت؟ شنو معناها يا بوس الاكتاف يا ذليل زعيم كان في اولاد بلادك؟ معناها الناس اقسم بالله والله العظيم هاي المساجات الناس كرهت الباسبور وكرهت الجنسيه وكرهت العالم، وما تزايدوش عليهم في الوطنيه. ناس الله غالب. هذاك وعي اولاد شعب مساكن. لو كان غدوه تصير اقل حاجه في تونس يكونوا هما الاولانيين اللي يضربوا عليها حتى بالحجر. هربوا من الشر وبالبطاله ومن الياس. ما ينجم معناها ما ينجم يعمل في بلاده حتى شيء ميت بالحياه. قيس سعيد رديتها قبر. ما عادش الناس عندها لا باش تحلم لا طموحات لا حتى شيء. مشاو يفلقوا البر، خالط عليهم حتىكش الغادي باتفاقيه العار متاعك هذيك، وتجيب فيهم معناها حتى الحيوانات. يعني ثم قوانين تحماها، يعني في الصيد وفي التربيه متاعها وفي معاملتها. الاوروبيين تجرؤوا وعملوا اشياء ممنوعه في بلدانهم بالسبب متاعك انت، خاطرك انت ذليل وساكت ومطفي الضوء. على كل حال هو توا اخوتي معناها اللي في الاتحاد الاوروبي في البلدان الاخرى اللي مهدين بالترحيل مش وقت ملام، راكم تشوفوا معناها شكون توا باش يتكلم عليكم. العباد كلها الحبس، واللي خرج معناها ربي يعلم بحالته الصحيه. كان جات الدنيا راهو السلطه الرابعه اللي قصلها لسانها راهي تتكلم عليكم اليوم في التلفز. راه واحد خلينا نسمي، راه واحد كي بوغلاب لو كان جات صحته جيده ويباشر في العمل بتاعه راه صوته يلعلع. سونيا الدهماني راهي صوتها يلعلع. الكلهم معناها الاعلاميين لو كان جاو احرار مطرودين هاكم في حاله بطاله، شكون باش يتكلم عليكم؟ القناصله السفراء اللي غاديك اللي لاهين كان بالمعارضه، شكون قابل شكون وشكون قابل شكون، يكتبوا في التقارير كما الاستعلامات والبوليس السياسي الذليل. وارقى منهم على الاقل البوليس هذيك خدمته مهنته، هذيك بعثات دبلوماسيه حاطها لكم قيس سعيد باش يتواطأ هو وياهم عليكم. شكون اليوم شكون باش يتكلم عليكم؟ ترى هاي بالحق اليوم ما عندكم حد، عندكم كان ربي وعندكم انتوما. هذا قيس سعيد مش باش يتبدل حتى شيء، لا حالة التوانسه اللي لبرا حتى اللي براقم ولا الناس اللي داخل، الا برحيله الا باسقاطه. معناها يا وبش معناها هنا الفلوس ولات ماشيه للجماعه متاعك اللي اللوطه اللي عاملين لهم في المجالس المحليه والشركات الاهليه 800 دينار والسرقه ونهبه متاع الاراضي. بعت معمل السيمان معمل النسيج البارح. يعني البلاد ما خليت فيها حتى امكانيه لخلق الثروه ولا لتشغيل الناس، قضيت عليهم. اي واحد عنده الجرأة انه يتكلم. وينهم الناس اللي في لو كان جاي اليوم غازي الشواشي البر راه وقف لك وقفه الند للند وراه طيح لك قدرك. لو كان جات عبير موسي راهي مسحت بيك القاعه. لو كان جات البر وين هاك الاسود واللبؤات هذوك؟ يا كلب يا وبش. شريف الرياحي والجماعه اللي يعرفوا ملفاتك بتاع اتفاقيات الهجره كلها زيت دفنتهم في الحبس، واليوم تجري ورا ولد الناس في روما وفي باليرمو وفي باريس معناها، وتجيب فيهم مخدرين في مطار طبرقه ومطار نفيذه. وبش ومكش عبد ومكش راجل يا ذليل اندادك. حتى الدبيبه الليبيين بيلوا على وجهك، الجزائريين من قبل بيلوا على وجهك. مكش عبد ومكش راجل. زعيم كان في مالي الدار كما الكلب اللي تلقاه ديوث البر ياكل في الكف يروح يضرب مرته يضرب اولاد. هكاك انت
لانه انا نعرفك انت عمرك حتى ما لعبت ماتش كوره في حومتك، ولا عاركت، ولا كذاب شهامه وبرجوله. من اللي صغير ذليل، لا تعرف تواجه ولا تعرف تقول كلمه حق وتثبت عليها، كذاب. سامحوني باش ما نقولش كلام اخر عيب، معناها نسيت تسمع واحترام للعائلات. نعم الله عليك يا وبش، انت وك العائله الاوباش اللي معاك حصيله زايد. ايش باش نقول؟ الله يجوع اللي جوعكم ويعري اللي عراكم، والله يهجج ويهجر اللي يهججكم وهجركم. وهو هاوكا على قريب على كل حال باش تسكن في الجي في القصر متاع الجنرال نزار، يحضروا لك فيه. عارفين وفاهمين انه الثوره قادمه، والله العظيم اقسم بالله الناس الكل الا ما ترجع بارادتها وتعيش فرحانه، والا تعيش البرة وترجع لتونس معزه مكرمه، وانت تبدك ذليل تتفرج في تونس في التلفزه، والا تسمع عليها في الراديو وتقرا عليها في فيسبوك يا كلب. على كل والله لك باش تكملوا العام، اقسم بالله لا تكملوا.